تكلم عن فضيحة من العيار الثقيل بعد أن طبل الإعلام الجزائري بليلة الأمس على زيارة تبون لروسيا. بوتين يكتفي باتصال هاتفي مع تبون ولا مكان للزيارة الآن. أعلنت الرئاسة الروسية في بيان مقتضب عن محادثة هاتفية جمعت الرئيس الروسي مع تبون. وقال البيان المقتضب للرئاسة الروسية أن بوتين وتبون تحادثا وأجريا عدة اتفاقيات على الهاتف وعبرا عن ارتياحهما للتعاون بين البلدين، موردا أشار الرؤساء بارتياح إلى أن التعاون الروسي الجزائري المتجذر في تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل الراسخة مستمر في التوسع بشكل مضطرد. وأيضا كانت المكالمة للحديث عن الطاقة. ويذكر أن المحادثة الهاتفية تأتي بعد تقارير إخبارية جزائرية أعلنت عن زيارة مرتقبة لتبون إلى روسيا، وهي الزيارة التي لم تتم ليكتفي الطرفان بمحادثة هاتفية. وهذا ما شكل صدمة داخل الجزائر بعد التطبيل الكبير لهذه الزيارة. والصدمة لم تنتهي هنا، بل سوف نتكلم أيضا عن الوفد الروسي الرفيع المستوى الذي سوف يأتي إلى المغرب. أعلن التجمع الاقتصادي الروسي موسبروم الذي يجمع الصناعيين من العاصمة الروسية عن إيفاد بعثة تجارية إلى المملكة المغربية في الفترة من 28 إلى 31 مارس 2023، والهدف إحداث شراكات اقتصادية بين مغاربة وروس في جميع المجالات.